لو ابنك بدأ يعاملك بنفس الأسلوب اللي أنت اتأذيت بيه قبل كده، يعني بدأ يستخدم نفس النبرة، نفس الهجوم، نفس التقليل، فأنا عايزة أقول لك أنا حاسة بيك، لأن الموضوع ده من أكتر الحاجات الصعبة اللي ممكن أب أو أم يعيشوها. بس خليني أتفق معاك على حاجة، إن ده مش معناها إن ابنك شخص وحش، عشان ده عندنا في علم النفس بنسميه ميرورينج أو انعكاس. يعني من الآخر الطفل بيبتدي يقلد الشخص اللي عنده القوة والسيطرة في البيت أكتر من البيرنت التاني أو من بقية الأسرة اللي موجودة، مش عشان بيحبه كمان، بس عشان دي الطريقة الوحيدة اللي تخليه يحس بالأمان. مخ الطفل هنا مش بيدور على العدل أو الصح أو المفروض يتعمل، مخ الطفل هنا بيدور على حاجة واحدة بس، هي الأمان. وعشان كده وارد جدا إنك تلاقي إن ابنك واقف ضدك، بس في الحقيقة هو مش ضدك ولا حاجة، هو بس بيحاول يفعل شعور النجاة أو السرفايفل. بس خلينا نقول الحقيقة، المشكلة الأكبر مش بس سلوك الطفل، المشكلة الحقيقية هي في اللي بيحصل جواك أنت. جهازك العصبي لما بيشوف الموقف ده بيتكرر وبيلاقي نفس الأسلوب القديم بيعيش كأنه بيحصل دلوقتي تاني، فتلاقي نفسك كده بتدخل تلقائيا في وضعية الهجوم اللي هي الفايت، أو الفريز اللي هو التجمد، أو الكولابس اللي هو الانهيار، وتلاقي بقى نفسك بترد من جرحك مش من وعيك. هنا بقى بتحصل المشكلة الكبيرة، إنك تلاقي نفسك من غير ما تقصد بتدخل في نفس اللعبة تاني، وبدل ما تكسر النمط اللي شغال، لا ده انت كمان بتثبته. وده اللي بنسميه تروما لوب أو دايرة الصدمة. كده احنا بدأنا نفهم قد ايه الموضوع مش بسيط، ومش محتاجك لا تصبر على السلوك ده ولا تتحكم فيه، محتاجك انك تفهم جهازك العصبي شغال ازاي. خلينا يا جماعة نبقى واضحين، في حاجات لو اتعملت الموقف هيبقى أسوأ بكتير. حاجات مثلا زي إنك تحاول ترد بعصبية، أو تثبت إن أنت صح، أو تحاول تشد الطفل ناحيتك أنت ضد الطرف التاني. كل ده بيأكد للطفل إن هو لازم يكمل في نفس الدور اللي هو بيلعبه. والحل هنا مش في السيطرة، الحل في 3 حاجات. أولا، إنك تفصل ما بين الطفل والسلوك. يعني من الآخر الطفل مش عدوك، السلوك بس هو اللي محتاج يتوقف. تاني حاجة مهمة جدا هي إنك تحط boundaries أو حدود صحية، بس من مكان هدوء، مش إن إحنا ننفجر في وش الطفل. تالت حاجة ودي مهمة جدا يمكن الأهم، إنك تنظم جهازك العصبي قبل ما تتعامل مع الطفل أو ترد عليه، لأن الطفل بيقرأ حالتك مش كلامك، ولما أنت بتكون ثابت الدايناميك كله بيبتدي يتغير. بس خليني أكون صريحة معاك، الكلام ده مش بيتطبق من فيديو، يعني حلوة المعلومة بس في الحقيقة هو محتاج شغل أعمق، شغل أكتر على جهازك أنت العصبي وعلى الباترنز اللي جواك اللي ممكن تخليك تتصرف بالأسلوب الدفاعي ضد حد. لو أنت حاسس إن أنت فعلا في الدايرة دي ممكن نشتغل عليها مع بعض، بس في الحقيقة هي مش عشان نسيطر بيها على الطفل، هي عشان نرجع دايرة علاقة فيها أمان وصحية. اللينك بتاعك في البايو لو محتاج أي مساعدة.